ماشي. يعني الملايه هتتحط الكرانيش هتبقى هنا كده. ماشي. هاخد الملايه هشرحها لكم على ورقه وبعدين على قماشه ولا انجز على لا، على طول؟ القماش على طول. المرتبه اهي. ماشي. راسي هنا ورجلي هنا والكرانيش نازله من ايه؟ من الجنب ده كده. ماشي. زي ما انا حاطه الورقه زي ما انا حاطه القماش. انا بقى ما رحناش بقى. ماشي. هنا دي مرتبه صح؟ لما باجي اعمل لو انا بدات الكرانيش من اول الملايه لحد الملايه دي طبعا بتيجي تحت المرتبه حوالي كام؟ يجي 15 سم او 20 سم. 25 سم. مترين ما بتغيرش. مترين ما بتغيرش. والقماش مترين و40. صح. فيبقى عندي 20 من الجنب ده و20 20 من الجنب ده. طول السرعه عندنا كلنا مقاس واحد. خلاص. طيب انا دلوقتي لو انا عملت الفستونه من اول الملايه لحد اخر الملايه كده، نص الفستونه الاولانيه هتتاكل تحت المرتبه ونصها الثانيه يتاكل ايه؟ في الجنب الثاني. فانا عايزه اخلي الفستونات بادئه من اول الملايه من اول السرير لحد السرير والباقي فاضي. فاهمه انا بقول ايه ولا ارجع عيد تاني؟ تمام. يبقى انا هاخد من هو 15 سم عشان تبقى عندي طويله سيكه ولا ان تبقى ايه؟ قصيره. عشان الخشب اللي يبقى في الجنوب ده ما يبانش او المرتبه ما تبانش. ماشي. بدل ما اخليها 20 واعمل الفستونه من اول السرير، لا انا هخليها 15 لان القماش ده عرضه احيانا بيجي مترين 38 مترين 35. ماشي. يبقى انا عندي الاثنين فوق بعض اهمت. هاجي هنا اهوت 15 سم. مارك. هاتي مارك. انا هعمل 6 فستونات. هقيس بقى من اهو لحد هنا اهو كام؟ 105. حد يعرف يقول لي 105 على 3 فيها كام؟ فيها 35 سم. على الثلاثة فيها كام؟ 35. 35 و35 كام؟ 70 و35 105. يبقى انا اخلي هنا اهو ثلاث فستونات هنا وثلاثة هنا. 35 سم. واخلي هنا اهو 35 سم. وقيس ده اهي 35 الاقيها 35 سم. يبقى انا قسمت المسافه ده على كام؟ على الثلاثة. اول واحده اهي. اول مره اعمل الفستونات دي، ثاني مره اعمل الفستونات دي على الليل. خلاص كده. سوي قماشي. ثانيه واحده ما تهزيش القماش قوي. المنظورة اهي. خمسة وثلاثين ومقسمة في واحدة بقى على اليوتيوب عملتها بغطا حلة. لا كانتها كلها 15 سم اصلا بقت كلها بقى ده هما 6 فستونات وبستكترهم. لا ده هي بقى كلها بقت مش كده صغيره كده مش حلو. خلاص كده. دي اللي هتحط تحت السرير. انا عامل دلوقتي 6 فستونات. انا عامله مش ثلاثة والقماش طبقتين يبقى يطلع لي 6 ايه؟ فستونات. لو انت عايزه 4 فستونات هتتني على ايه؟ على النص. ال 105 دول هتقسمهم على النص وتقوم عاملاهم يبقى انت عندك 8 طبقات. يبقى انت عندك 4 طبقات. خلاص. انا هاخد القيمه ده اهي. القيمه دي طالعه لي كام؟ 35. طيب انا دلوقتي مش عايزه اقيس بقى وتعبت من القياس وخلاص زهقت منه. غطا حله واقوم حطاه بدايته تيجي هنا ونهايته تيجي هنا واقوم مدوراه. ماشي. طيب انا عايزه اقيسها ما عنديش غطا حله يجيب من بدايتها لنهايتها. اقيس ال 35 نصهم كام؟ 17 عمق الفستونه قد ايه؟ العمق نفسه. ده اللي في انت فستونه عايزاه. تلاقيها حاجه بسيطه كده وفي فستونه تلاقيها ايه؟ طالعه لفوق. كل ما تطلع لفوق كل ما بتاخد كرانيش زياده. ماشي. انا هطلع 10 سم. 10 حلوه ولا اخليهم لك 12؟ والله 12 اللي انت حلو. عايزاه. 12 يعني حلو. ما تزيدش عن 15. 12 حلو 12 سم. ومن هنا 12 عشان تبان. خلاص كده. وابدا ان انا اخد ايه؟ دوران. عند الدوران ده اهو لحد هنا وشيلي ايدي. والدوران ده برده لحد هنا وشيلي ايدي. فاهمه قصدي؟ انا لو انا كنت خدتها كده اهو
ممكن دي كانت تبقى فيها دوران قوي ودي دوران ايه مش قوي. أولى. ماشي. فانا هاخد دوران اهو بسم الله. طب انا عايزه اعمل دوران هنا وايديا مش مالكه، ده ممكن اقوم مطبقه الاثنين على بعض واقوم مخبطه المارك هينزل. المارك هينزل تحت. بس على طول ان انا بخبط عليها هي اللي يبقى فيها المارك، عشان المارك بيطبع من فوق لتحت. لو انت جبتي العكس مش هتعرفي. خلاص اهي. يا ستي نشفها على بقى وقلبينها وخلاص. طيب انا عايزه اعرف البرجل ممكن يجيب الحته دي. 6 سم. لا ما يجيبش. عايزه اعرف القيمه دهيت كام. القيمه ديت 4 سم ونص. انا عايزه ابص القيمه ده قد ايه. والدوران ده كام؟ انا خدت النص بتاع ال 12 وقمت قسماه وقمت داخله هنا اهوت لقيت 4 ونص. هنا 4 ونص، هنا طالعه لي 6. هتبقى الحرده بتاعتي مش ايه؟ مش مظبوط. مش مظبوط. هاخدها 4 سم ونص. ده انا هخترع له غطا حل. خلاص كده هي بدات ان هي تبقى مظبوطه اهي. ممكن نسمع خدتي من بالك؟ تحت يا مسلم. هاتي بقى المقص ورا ورا. واقوم جايه من اهوت. دي كانت كام؟ دي كانت 12. يبقى 12 سم. عايزه اسيب الحته دي او عايزه اقصها براحتك انت. بسم الله. بسم الله. شوية على ايدي. ايه رايك فيها قص ولا على الورق يا شيماء؟ لا قص. قص. ما شاء الله. وباينه ان هي برضه كبيره مش صغيره. ما هي لو كنت صغرت الارتفاع كان هيبقى واطي. ده الفستونات. الفستونات اهي. ماشي. عايزه بقى كل ما تكوني ال 12 سم اللي انا طلعتهم، كل لو عايزه تزودي 15 عايزه تخليهم 10 كل ده بياخد ايه؟ قماش. طيب وانا المفروض وانا تاني انا عايزه اعرف هي تاخد فرانيش قد ايه؟ ده الموضوع كبير قوي. لا ما هو بصي بقى، احيانا واحده تعمل لي ملايه. اول ما بدات الملايات والفرانيش انا اصلا اول حاجه اقراها الملايات ام فرانيش. اول حاجه بقيت اعمل الملايه، اعمل مثلا حوالي بست فستونات بتاع شرايط عرضهم 10 سم او عرضهم 8 على حسب طول الكورنيش بتاعي، واقوم عامله الكورنيش مثلا ست بتوع واقوم كشكشاهم واقوم عاملاهم كفر. اجي اعمل للملايه والتكايه الصغيره واجي التكايه الثانيه ما لقيتهاش قماش. طيب ازاي بقى نعملها؟ قلت طب وليه الهده دي كلها؟ طب ما انا مثلا لو طلع لي 9 شرايط اخلي 4 للملايه واخلي 3 شرايط للمخده دي و3 شرايط للمخده دي، واحاول ان انا اكشكش على قيمه المخده دي واحاول على اكشش على قيمه المخده دي او التكايه دي. ماشي. يبقى انا عايزه برضو اعرف دي هتاخد فرانيش قد ايه. انا تانية القماش على 2. طب انا مش عايزه بقى ان انا اقيس كل ده، انا ممكن اقيس واحده واضرب في 6. ماشي. يعني ده تبقى عليها فرانيش مش هتبقى نازله كده. لا لا انت براحتك. هي كمان عليها فرانيش اهي. طالعه لي 44 سم. يبقى 44 في 6 في 6. قولي 45 في 6. ال 45 وفي 6 يبقى بكام؟ قولي 50 في 3. قولي 50 في 3 150. 150. هتحتاج 3 متر، هتحتاج 2 متر و20 سم صح؟ تحسبها 7 متر. هتحتاج 7 متر. ده هي 45. 45 في 6
حسبتها كده؟ طلع كام؟ 7.5. 7.5 يعني هتحتاج 7 متر ونص قماش. 7 متر ونص قماش. غير كشكشه يا مسكين. لسه كشكشه ما يا بنتي ليه؟ ده هي قولي 50 50 و50 و50. ما هو 4 خمسينات 50 في 6 مش دي 50. يا بنتي ما ده 1 2 3 هتحتاج 6 متر قماش. 6 متر 4 خمسينات 50 و50 200. و50 200 100 متر ونص اهو ومتر ونص 3 3 لا انا 3 كنت بقسم مش بقى. لا بقول لا لك ضربتي. لا ده انا هي كمان مش 45 هي 44. ماشي قولي يا ستي 50 عشان 50 و50 المخدة. و50 يبقى كام 3 متر قماش 3 متر وهتحطي على دي كرانيش دي 15 سم هي 30 سم يعني 3 متر و30 سم. هتحط حاجة في المخدات؟ هاتي الصينيه دي واخده على الاسم. 3 استني بقى انت معاكي 3 متر و30 سم كرنيه ملايه. هتحتاج قد ايه قماش؟ هتحتاج 3 7 لا 7 ايه يا بنتي؟ 33 6 هتحتاج 7 متر ونص او 8 متر. ماشي بتحتاج 8 متر من القماش. خلاص عندي بقى الشريط بتاعي. دلوقتي انا قست الملايه كام؟ 3 متر حط و30. الضعف بتاعه. ايوه ماشي 7 متر. طيب انا دلوقتي كده هعمل كام شريط؟ الشريط مثلا مترين. 8 سم. ماشي 48 8 في كام؟ في 240 في مترين و40 سم. يعني انا مثلا لو عملت 3 شرايط مترين و40 مترين و40 مترين و40 مترين و40 لا على فكره هتحتاج 3 شرايط مترين. ادي 1 2 3 دول 6 متر هيبقوا 7 متر وشويه. خلاص كده هيبقى 7 متر و3 في 4 ب 12 ب 12 هيبقى 7 متر و20 سم. ما قصتش بقى ال 20 يبقى انا عندي اعمل 3 شرايط عرضهم 8 متر عرضهم 10 متر. ماشي عرضهم 10 سم او 8 سم. ماشي بس الملايه بتبقى ميزه شويه عن يعني الملايه تعملي الكورنيش 10 في التكيه تعمليها 8 لان كل ما تكون الملايه كبيره كل ما بتاكل الكورنيش. لو انت عملت المخده 10 والملايه 10 هتيجي تبصي للملايه تحسي ان كورنيش المخده اكبر من كورنيش ايه؟ الملايه. يعني هو اقل كورنيش مضايق تعملي 2 سم في المخده عشان يبانوا الاثنين زي بعض. ملمومه شويه. لو انت عملت الاثنين قد بعض لما بتيجي على مدد الشوف وانت داخله الاوضه تحسي ان كورنيش المخده كبير وكورنيش الملايه صغير لان الملايه كبرها واكل الايه؟ الكرنيه. يعني ما يقلش عن 8 في العرض. اعمليها 10 يبقى انا هعمل الملاية 10 10 سم الملاية. الكورنيش 10 سم. ماشي اهو الحدود بتاعته وعندي 3 شرايط. ماشي ال3 شرايط دولت لما اجي اكشكشهم هكشكشهم على كام؟ على 3 متر و20. يبقى انا لو انا كشكشت او عملت كسر او عملت كلمات هاجي اشيل 3 متر و20 سم هركبهم هيجوا معايا ولا مش هيجوا معايا؟ هيجوا معايا. مش هيبقى فيه زياده اصلا. احسبي الكورنيش عشان ما تجيش تعملي كورنيش حته حوالي 10 متر وتيجي تعملي في المخده وفي التكايه وما تجيش تلاقي ايه؟ حاجه للملايه. والعكس ممكن تعملي التكايتين وتيجي تعملي الملايه تلاقي تكشكشي لي حته في الاول وتسيبي لي الباقي من غير تكشكشه. قال ايه؟ الكشكشه طلعت معاكي كنز فاضطريتي ان انت تفكي غرزه او طب هو كل ده انا حصل معايا. يتكشكش على 5 ولا يتكشكش كشكشه؟ 5 اعملي كسر احسن. شوكة؟ شوكه احسن. شوكة. شوكه احسن. اسهل. ماشي وصل. المخده بقى التكيه بتاعتي احنا قلنا كام 75 وكام 75 وكام؟ احسبي بقى 75 و75 متر ونص متر ونص ومتر يبقى مترين و60 سم. خلوهم 250 خلوهم 260 يبقى معاكي حته زياده عشان تبقى واسعه شويه. ماشي يبقى انت عندك 260 سم. يبقى انت هتكشكشي لي زي ما احنا عملنا هنا هتعملي انت هنا هتعملي شريطين او شريطين ونص. فاهمه؟ لو قصتي واحده ممكن تقص الثانيه بقى عادي.
هنا 3 شرايط، لان لو انت جايبه نص متر، النص متر هيعمل لك كام؟ لو انت عاملاها على مترين، على 40. مترين و40 اهي، هتعمليها كام؟ 5 شرايط. هنا انا عملت بكام؟ خدت 30 سم، كام؟ 3 شرايط، 10 و10 و10 30. والتاني الشريطين الباقيين هعملهم كام؟ 80 و80. جايبه متر الا ربع اعملهم 8، يبقى انا هعمل بقيه الشرايط هعملها على 8 سم. يبقى انا اعمل مثلا 5 شرايط، 2.5 لدي للمخده دي و2.5 للمخده دي. هعمل 3 شرايط كمان، 3 لدي و3 لدي وكشكش. خلاص فهمت الكشكشه؟ ماشي. تعالى بقى نعمل المخده بسرعه.